مرحبا فيكم أصدقائي. اليوم بدنا نحكي شوي على مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اللي كانت بملعب الواندا متروبوليتانو طيران الرياض ضمن مجريات نصف نهائي كأس الملك. المباراة يلي سيطر فيها أتلتيكو بالطول وبالعرض على مجريات اللقاء من الصافرة من الدقيقة الأولى إلى نهاية المباراة، بينما برشلونة خرج خافي الوفاق من دون أي شيء إيجابي يذكر بالمباراة نهائيا. سبق وأن تكلمت أن المباراة راح تكون صعبة على جماهير الأتلتيكو وعلى عناصر الأتلتيكو، لكن المباراة كانت بالعكس سهلة للأتلتيكو مدريد. ورجع أتلتيكو مدريد أنه فريق قادر يصنع الألقاب، قادر يستمر بهاي البطولة يلي كانت عصية عليه لسنوات وسنوات. بينما برشلونة يعني ما في ولا أي نقطة إيجابية لنحكي عليها. مباراة بطي النسيان، خصوصا إذا ما استمر الأتلتيكو مدريد بالمباراة الإياب ب 3 مارس إن شاء الله. راح يلعب أتلتيكو مدريد على أرض الكامب نو، واستبعد أنه برشلونة يقدر يفوز على الأتلتيكو 5-0 بهيك نتيجة عريضة، بهيك سكواد، بهيك أداء. أتلتيكو مدريد كان عنفوانه واضح، سيطرته واضحة، رغبته بالفوز واضحة، بينما ما شفنا شيء عند برشلونة أبدا. برشلونة كان مهتز نفسيا وجسديا إذا شفنا بأرض المباراة وبأرض الملعب. عناصر برشلونة كتير وقعوا على الأرض. 3 باصات، هي الجملة التكتيكية تبع برشلونة اللي كانت بالملعب. ما قدر يعمل أي شيء. خوان غارسيا كان عنا بحراسة المرمى لفريق برشلونة، كوندي، كوبارسي، إريك غارسيا، وبالدي بخط الوسط. لعب ديونغ يلي استراح من مباراة مايوركا، اللي جنبه كاسادو، لوبيز، لامين يامال، وأولمو، فيران توريس بالمقدمة. كنا توقعنا أنه فيران توريس بعد ما استراح بمباراة مايوركا أنه يقدم شيء، لكن بهاي النتيجة العريضة يلي عملها الأتلتيكو، برشلونة كامل كان خارج تغطية. بخط الدفاع بعناصر الأتلتيكو كان موسو، رودريجي، هانكو، بوبيل، مولينا، لوكمان الوافد الجديد من أتلانتا اللي عم يبدع يوم بعد يوم مع الأتلتيكو، كوكي، لورينتي، وسيميوني، كريزمان، والفاريز. المباراة ببدايتها كان باين للكل يعني انه برشلونة فايت ليستحوذ، ليمرر كرة، ليقتل رتم المباراة بالتيكي تاكا المعهودة على برشلونة. لكن اتلتيكو مدريد والاسلحة الفتاكة اللي موجودة عنده، هي بالاظهرة او سواء الاجنحة، اللي صنعت الفارق لاتلتيكو مدريد بالدقيقة 6 عن طريق اخوان إيريك غارسيا بتمريرة ما قدر يسيطر عليها الحارس خوان غارسيا، ترجمت لهدف. بالدقيقة 14 خوان غريزمان اللاعب السابق لبرشلونة قدر يسجل الهدف الثاني بعد جملة تكتيكية حلوة يعني صراحة من أتلتيكو مدريد. الهدف الرابع لوكمان يلي يوم بعد يوم عم يثبت أقدامه وأنه بشكل أساسي لاعب لأتلتيكو مدريد وجاي لا يحصد الألقاب. الهدف الرابع من إخوان ألفاريز بعد ما صام عن التهديف بسنة 2026، أفطر على برشلونة وعلى شباك إخوان غارسيا. مباراة طي للنسيان لجماهير برشلونة وعناصر برشلونة، لأنه بهيك أداء مستحيل يقدر يكمل أو يربح على أتلتيكو مدريد بالإياب في 3 آذار إن شاء الله الشهر القادم بملعب الكامب نو سبوتيفاي. بس ما بعتقد أنه برشلونة يقدر يحرج عناصر الأتلتيكو ب5 أهداف، ولو أنه كانت صعبة كتير على برشلونة. عنا كمان طرد إيريك غارسيا اللي كان صريح وصحيح 100%. إيريك غارسيا حاول يتفادى أنه يتلقى برشلونة الهدف الخامس. بينما برشلونة عناصر حتى دكة التبديل كان في غياب رافينيا الرئال أو الجهة الثانية لبرشلونة، وراشفورد وبيدري، هدول أبرز الغائبين عن عناصر برشلونة. برشلونة ما قدر يعمل أي شيء. لامين يامال كان خلينا نقول حافظ مفاهم بالمباراة، عنده انه يطلع من اللعب الاول بعدين يرمي كرة عبثية. صراحة الشيء اللي كان يذكر هي انفرادة فيرمين لوبيز مع الحارس، قدر يتصدى لعارضة الاتلتيكو والهدف عفوا العارضة اللي كانت بالشوط الاول. بين مجريات الشوط الثاني اتلتيكو واضح انه خلص اكتفى بهاي النتيجة وراح يعتمد على مرتدة وحيدة فقط، ولا يهجم بكامل عناصره مثل ما كان بالشوط الأول. كان عنده نجاعة هجومية كبيرة. بين برشلونة سجل هدف، توقف اللعب ل7 من دقائق بحالة تسلل فيها كتير
آه، سوف يسال حبر على هذه اللقطة. يعني أنه في كتير كلمات تقال عن هذه اللقطة، أنا ما شفتها صراحة أنه تسلل، لكن إذا كان شايفين أنه تسلل يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات. لا كوبارسي ولا ليفاندوفسكي كانوا متسللين وتم إلغاء الهدف. بقيت النتيجة على ما هي عليه 4-0. بين أنه أتلتيكو مدريد سلم زمام الأمور لبرشلونة وقال له العب لنشوف شو رح يطلع معك، وبرشلونة بالأخير ما طلع معه لا أداء لا نتيجة ولا أي شيء، ولا حتى البدلاء سواء كان أراوخو أو اللاعب كانسيلو يعاب أو ينتقد هانزي فليك أنه أخر التبديلات كتير، ولو أنه التبديل الأول كان بدقيقة 37 بنزول ليفاندوفسكي بدل كاسادو يلي كان كتير متسرع خصوصا بالقرارات. يعني برشلونة اليوم لازم ينسى المباراة إذا قادر إذا حابب يكمل بسباق الكأس ويركز على المباراة الجاية اللي راح تكون ضد جيرونا بملعب جيرونا، الديربي الكتالوني. مباراة صعبة كانت على برشلونة، صعبها هو على حاله كمان بعدم تغيير تكتيك اللعب. برشلونة مستمر بتكتيك الدفاع المتقدم اللي اليوم أتلتيكو مدريد قدر ب3 مرات، لأنه الهدف الأول كان عن طريق نيران صديقة من إيريك غارسيا. قدر 3 مرات اليوم يلغي هاي المصيدة التسلل بهجمات مرتدة وبجمل تكتيكية واضحة. جماهير الأتلتيكو مبروك لهذا الفوز، وهارد لك لجماهير برشلونة. أراكم بمباريات جاية ولا تنسونا من الدعم. كان معكم معاذ، سلام.